ولذلك انت تشوف مثلا الى يومنا هذا هناك من يعلن الحرب على الاسلام، ولعله اقرب ما في اذهانكم الاعتداء على القرآن الكريم. هذا الاعتداء الصارخ والصريح والواضح، ويتضح امامك تفاهة الدول التي تمثل حقوق الانسان وتمثل احترام القيم وتمثل احترام المقدسات وتدعي انها تحترم وتحترم وتحترم. يلفت نظرك شيء، ان الادارة الامريكية تدين أو تحمل مسؤولية للقوات الأمنية العراقية التي لم تمنع المتظاهرين من الدخول إلى السفارة السويدية، في حين أنها لم تندد ولم تستنكر على الترخيص الذي صدر من الحكومة السويدية على هذا الفعل الفاحش المشين من قبل هذا العتل الزنيم التافه على مقدساتنا وقيمنا اللي يمثلون 2,000,000 مسلم. هذا كله مو بالنظر، يعني هناك ازدواجية بالمعايير، مقاييس. ولعله بهذه المناسبة حقيقة يمثل موقف الحكومة العراقية اليوم موقف جريء وشجاع لقطع العلاقات الدبلوماسية وحتى الاقتصادية، ينبغي أن تتبعها، وينبغي على المؤتمر الإسلامي أن يحذو حذو كل الدول التي تنتمي للمؤتمر الإسلامي، تقاطع تلك الدولة كي نملي احترام الإسلام والقرآن والقوانين الإلهية، أقلاً حرية العقيدة وحرية المقدسات التي ينادي بها الغرب هو نفسه. المهم هو يبقى القرآن القرآن، ويبقى محمد يصدح، ويبقى صوت الإسلام، ويبقى المسلم، ولا يؤثر ولا تؤثر عليه هذه الإرادات الشريرة. لكن أريد أقول لك أن الحرب أزلية منذ القدم ولن تنتهي. هناك من يمثل جبهة الحق وهناك من يمثل جبهة الباطل،